ماذا يعني وجود خلايا ظهارية خرشفية في البول؟ الآن علينا أن نفهم ما هي هذه الخلايا الظهارية الخرشفية ولماذا توجد في البول. بشكل عام، عندما نمرر البول، يمر البول عبر المسالك البولية التي تحتوي على بطانة من الخلايا الظهارية. لذا عندما يكون لديك الكثير من الخلايا الظهارية الخرشفية في البول، فهذا يعني أن جمع العينة ليس كافيا. لذلك كلما نظرنا إلى عينة البول، سنرى عدد الخلايا الظهارية الخرشفية في البول لتحديد مدى كفاية العينة المجمعة. لذلك عندما تقوم بإعطاء عينة من البول، فمن الأفضل دائما إعطاء عينة منتصف الطريق. إذن ماذا نعني بعينة من منتصف التدفق؟ بشكل عام، اغسل المنطقة التي تمرر منها البول بالماء بدون صابون، فقط ماء عادي. ثم تخلص من أول 2 إلى 3 ثوان من البول. ثم ابدأ في جمع عينة البول. هذا ما يسمى بعينة من منتصف التدفق. لذلك شرط